هكلمكم النهاردة عن عملية إصلاح قطع الغضروف الهلالي للركبة بالمنظار. مع حضراتكم دكتور عماد رفائيل، استشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل الصناعية والمناظير. أنا عندي نوعين من القطع، قطع إصابي أو قطع تهتكي. قطع إصابي لو أنت ركبتك سليمة تماما وبتلعب رياضة وفجأة لفيت لفة جامدة أو اتصبت في ماتش وحصل قطع في غضروف الركبة، اعرف إن ده قطع إصابي، أنت ركبتك سليمة والغضروف بس اللي اتصاب. ده ممكن يتلحق بعملية بالمنظار بسيطة جدا لا تتعدى ساعة واحدة من الزمن. بنخيط الغضروف بواسطة خيوط جراحية بالمنظار. لو انت عندك 45 او 50 سنة وعندك بوادر خشونة في ركبتك وانت لفت لفتة صغيرة وانت نازل من السلم او طالع من السلم وحصل صوت تك في ركبتك فجأة، اعرف ان ده ممكن يكون قطع في غضروف الركبة، وده ساعتها نسميه قطع تهتكي وليس قطع إصابي. من هنا لو انت عندك قطع تهتكي مش قطع إصابي، اعرف ان 70 ل 80% من المرضى ممكن يتعالجوا علاج تحفظي لا جراحي، ان مش كل قطع في الغضروف لابد له يتعمل له عمليه جراحيه. امتى ممكن يتعالج؟ بيتعالج بالحقن، بالراحه، بكمادات التلج، بالعلاج الطبيعي، بالحقن الموضعي. امتى اعمل له جراحه؟ لو الغضروف مقطوع معلق في المفصل محتاج منظار، او الالام غير محتمله بعد شهر او شهر ونص من العلاج التحفظي. الرساله اللي عايز اوصلها لكم ان التوقيت بيفرق جدا في اتخاذ القرار الصحيح في علاج قطع غضروف الركبه بالمنظار. والرساله الثانيه اللي عايز اوصلها لكم ان مش كل قطع في غضروف الركبه لازم له عمليه جراحيه. شكرا لحضراتكم.